كوكو ميزامي، واش حوالكم؟ لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بمجموعة من الوصفات كاقتراح لطاولة افطار في رمضان. اول حاجة راح نبدا بطاجين الشوا. راح نديرو هنا بصلة، راح نديرو سمن وشوية زيت، وعندنا قطعة دجاج وقطعة لحم، وعندنا توابل راح نستعمل ملح وفلفل أسود وشوية كرافس. نحط الخليط هذا كامل تاعنا مع بعضه فوق النار على نار هادئة. كي يتقلنا الخليط هذا كامل والدجاج واللحم يتبدل اللون تاعو، نحطوله الماء ساخن. نحاولوا الماء ما نكثروش بزاف، قيمة ما يطيب برك الدجاج واللحم. هذا الطبق هو طبق قسنطيني بامتياز، بصح انا استعملت فيه لحم ودجاج فقط، الكفتة ما درتش. مهم ديروا على حساب الشيء اللي كاين عندكم في الدار. انا استعملت كفتة الدجاج، هي نورمالمون تاع اللحم. المهم هنا بدا يتقلى لنا، البصله ذابت والى اخره. نحطوا لها الماء كيما قلت لكم ما نكثروش، ونخليو الدجاج واللحم تاعنا يطيب. بعد ما يطيب اكيد نصفيوه من البصله، ونحيو الدجاج واللحم نقليوهم. هنا حطيت الكفتة، ودركا نقليوهم. عندنا زيت وعندنا سمن. بعد ما نصفي اللحم والدجاج كما قلت لكم نقليوهم باه اللون هذاك يتبدل الدجاج واللحم ويزيدوا يجيو بنان. بعد ما يتقلى لنا الدجاج واللحم نحيوه، وضكا نحكموا الراف تاع لاصوص نحطو فيه غرفة نشا، وعندنا قارص، عصير تاع حبة قارص. انا ما كانش متوفر عندي، كان عندي هذا جامد، قسمته هكا ومن بعد صفيته. دكا نحطو هذيك الخليط الاول على الثاني ونخليهم يغليو شويه، ونزيدو نحطو فيهم الدجاج واللحم هكا واحد الخمس دقائق ولا، ونطفيو. التزيين اكيد يكون بالقارص وشويه دبشه والى اخره. هذا هو طبق بنين بزاف وانا نجموت عليه. ودركا اكيد الشوربه لازمها الخبز. راح ندير معاكم خبز الزيتون بنين على الكيف يسخف. عندنا مغرفة تاع خميرة كبيرة مع مغرفة تاع سكر، نخليهم يتفاعلوا مليح مع 250 مليلتر حليب ولا غرام دقائق. ومن بعد نحط عظمة، وعندنا بياض بيضة، والصفار نخليوه باه ندهنو من بعد. وعندنا زوج مغارف كبار تاع زيت، وعندنا شوية نعناع اختياري، وعندنا الزيتون. ونبدأ نحط الفارينة تاعي والملح، نبدأ نحط بشوية حتى تولي لنا عجينة. حاجة سهلة توجد في وقفة، مغرفة برك وانتي تحركي وخلاص. بعد ما نتحصلوا على عجينة نحطوه يخمر. اكيد كل وحدة والدار تاعها، اللي باردة تحطها قدام الفرن تجي رايعة. بعد ما تخمرنا نعجنوها واحد هكاك واحد 10 دقائق، ومن بعد نشكلوه كيما نحبو. تحبوا ديروا هكاك
مضفور، تحبوا ديه كوريات كيما تحبوا. هنا كي تشكلوه ندهنوه بالصفار تاع العظمه اللي خلينا قبيل، شويه سانوج وشويه زيتون وخلاص. اكيد هنا يزيد يخمر شويه باه الخبز تاعنا يجي خفيف من داخل وهش. نحطوه يطيب ضكا كل وحده والفرن تاعها اكيد يكون فرن مسخن من قبل وخلاص. هنا شوفوا كي زاد الحجم تاعو حطيناه يطيب. خبز ولا اروع. هاو هنا بعد كيما طاب ديجا كي شتو بعد جات بنين يهبل. كي تشوفوا هكا العجين، كي تشوفوا هكا فيه هذو القعاري ثقوب هذو تسمى الوصفة ناجحة. ودركا نروحو نديرو شوية سلق. طلعت فوق الدالة، انا كنت هنا غارسة السلق الاحمر، جابه لي عمي كمال ربي يحفظه. المهم نوعية ممتازة ما شاء الله. غرسته هنا في اواخر في الخريف، بالاخر تاع الخريف وذكاني نستعمله. المهم عندنا سلق احمر اكيد مغسول، نحطه فوق النار مع شوية زيت وشوية توابل ونص حبة طماطم، ونخليهم يطيبوا كامل مع بعضهم. وكي يقرب يطيب نحطو قطعة دجاج صغار اللي عنده كفتة. المهم هنا الحشو يكون كيما تحبوا، اللي مثلا يستعمل طون حتى يطيب هذا ويبرد خلاص نحطو شوية طون. المهم هنا التوابل اختيارية، انا درت شوية تاع توابل دجاج، شوية ملح، فلفل اسود وخلاص. نحطوه هنا هكا، نديروهم هكا دي ميني كيش شوية فرماج نحطوهم يطيبوا. وذاك حندير معكم شوية بربوشة اللي هي النعمة، كل واحد كيف يقولها. عندنا لاصوص عادي، بصلات، طماطم، قطعة الدجاج، ملح، فلفل اسود وخلاص. بربوشة تعرفوا ديروها اكيد نفوروها 2 مرات ولا 3، والمرة الاخرى نحطوا لها الزبدة. هذا هي. وذكا شوربة فريك، عندنا قطعة الدجاج، شوية كفتة، وعندنا بصلة وطماطم. قليوهم مليح مليح حوالي هكاك ربع ساعة هما يتقلاو. كي يتقلاو يخلصوا نحطوا لهم الماء سخون وطماطم مصبرة، دبشة، معدنوس اكيد، ومع الاخر فلفل حار. كي يغلي لنا الشي هذا بوكل ونحسوا باللي الدجاج طاب، نحطوا الفريك تاعنا. الفريك كل وحده كيف تحب تحطوا، كاين اللي يغسلوه كاين اللي ما يغسلوش، انا ما نغسلوش نحطوا طول. نحطوا الفريك ونخليوه يزيد يطيب. انا هنا استعملت طنجرة الطين طول، مهم هكاك 2 سوايع هو يطيب على نار هادئة، ونخليوه حتى يطيب خلاص. اللي يحب يزيد له التوابل يزيد له مع قبل ما كي نحطوا الفريك نحطوا نزيد له شويه فلفل اسود وخلاص. الفريك راح يكون مالح، ما نكثروش الملح بزاف. ودركا راح ندير لكم واحد الوصفه تاع تحليه، هي بسبوسه او شوكولا. عندنا 2 عظمات، شويه فاني، و130 غرام سكر. نطلعوا الخليط تاعنا مليح حتى يتبدل اللون. انا نستعمل العظام تاع العرب على بها يجيكم هكا اللون اصفر. المهم نبقاو نخلطوا هاو هنا بدا يتبدل اللون، بدا يفتح يولي فاتح. نزيدوا له هنا زيت نفس الكيلة 130 غرام. نبقاو نطلعوا مليح ونزيدوا الحليب نفس الكيلة 130. بعد ما نخلطوا الخليط كامل نزيدهم غرفة كاكاو ولا 2، المهم يكون بني نوعية جيدة
باه تجينا بسبوسة مليحة. ودركا نوليو للنواشف. عندنا نص كاس سفارينة، نخلطوها ونزيدو باكي تاع خميرة تاع نوارة، باكي كاملة، ونزيدو الدقيق كاس معمر. الدقيق هنا كل وحدة اللي عندها في الدار، انا استعملت دقيق عادي اللي نخبزو بيه الكسرة. نخلطو كلش مع بعضه، وفي الاخير نزيدو مغرفة كبيرة تاع شيكولا. هذه هي اللي زيد لها بنة على بنة. ننصحكم تجربوها، بنينة بزاف. نحطوها ذكا طيب. اكيد هنا المول تاعي صغير، لا قيمة 2 عظمات. اللي يحب يضاعف اكيد يضاعف، زيدو برك دوبلي وخلاص. المول تاعنا يكون اكيد مدهون بالزبدة، ونحطوه في الثلاجة من فوق، ونزيدو له الفارينة ونزيدو نحطوه في الثلاجة باه بسبوسة تاعنا كي نهزوها من بعد كي طيب ما تلصقلناش. هاي هنا طابت، نديروها هكا وندير لها السيرو. السيرو اللي هو الكيلة بعد اللي كيلنا بها السكر، هي بعد كيلة سكر و2 ماء يغليو مليح، ومن بعد نحطوها فوق البسبوسة. اكيد السيرو هنايا تاعي سخون وهي باردة. انا هنا قبل ما نحطها طيب درت لها شويه هكا لوز ايفيلي اختياري، تحبوا تحطوا لها تحبوا ما تحطوا لهاش. كي نخلصوا خلاص نديروها ندهنوها بشويه خطوط شيكولا، شويه مكسرات اللي عندك في الدار، تحبي نوع كوكو كيما تحبي. هذا هما الوصفات اليوم تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي، وان شاء الله تكونوا بخير وانتظروني. حبيت نشكر اي وحده دير لي جيم وتعليق، اكيد ما ننساهاش. مع السلامه والى اللقاء.